السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة شجع كورة. عندنا يا جماعة لقاء مهم أوي يوم الجمعة، لقاء الأهلي وبيراميدز. لقاء من العيار الثقيل. ليه من العيار الثقيل؟ لأن بيراميدز منافس مباشر للنادي الأهلي، والنادي الأهلي منافس مباشر لبيراميدز. النهاردة هنستعرض مع بعض قائمة أو التشكيل الأقرب للفريقين. هنبدأ بالنادي الأهلي اللي النهاردة قدر يضم الأربع لاعبين جداد، يبقوا 5 لاعبين بعد انضمام رمضان صبحي لقائمته، حيث ضم اللاعب جداد جيرالدو اللي هو اللاعب الانجولي، ومحمد محمود وادي دجله، وانضمام ايضا اللاعب صالح جمعه، وانضمام اللاعب رمضان صبحي، واخيرا انضمام اللاعب محمود وحيد من مصر المقصه. اما نادي بيراميدز فضم 4 صفقات الى صفوفه، فهم عمرو مرعي واللاعب الاكوادوري واللاعب حمدان حامد واللاعب إيريك تراوري من مصر المقصة. طيب التشكيلة الأقرب للماتش إيه؟ التشكيلة الأقرب الأهلي غالبا أو حسب توقعاتي دي مش قابلة يعني إن هي للتنفيذ، لكن إحنا بنتوقع حسب سير اللي موجود قدامنا. الأهلي هيبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، هيبقى أيمن أشرف مساك، ومعاه محمد هاني. طيب محمد هاني ليه بديل في الاهلي؟ ليه بديلين بس ما اعرفش مدى جاهزيتهم، سليف كوليبالي ومحمود الجزار. ناحيه اليمين هيلعب كريم نيدفيد اللي هو بيلعب برجوله وبيلعب بقلب النادي الاهلي. ناحيه الشمال هيلعب علي معلول. 2 محاور ارتكاز في خط النص هيكون هشام محمد ومع عمرو السوليه. قدامهم هيلعب 3. الاقرب ان هم يلعبوا هيبقى ناصر ماهر كلاعب محوري، هو اللي بيحرك الفريق شمال ويمين، هو اللي بيحرك الفريق. وعلى ناحية الشمال هيبقى رمضان صبحي، وعلى ناحية اليمين هيبقى أحمد الشيخ. راس حربة الأقرب هيكون وليد أزارو. وجهة نظري في التشكيل ده إن التشكيل ده فيه مشكلة وحيدة، وهم قلبي الدفاع. أيمن أشرف لا خلاف على إنه هو قلب دفاع قوي، قلب دفاع جامد، يعني لاعب أثبت كفاءة في قلب الدفاع أحسن من جبهة الشمال أو أحسن من باك الشمال. لكن يتبقى مشكلة. ايه هي بقى المشكله؟ محمد هاني. وانا قلت قبل كده في فيديو سابق ان محمد هاني لا زال بيتعامل على انه لاعب ناشئ من ناشئين النادي الاهلي، وان محمد هاني قلت برضو ان هو مش راضي يستوعب ان هو ممكن في خلال سنه او سنتين يبقى الباك اليمين الاساسي لمنتخب مصر وللنادي الاهلي. فدول المشكله اللي بتقابل النادي الاهلي اللي هم قلبين دفاع. طبعا لسه سعد سمير بيتجهز، لسه محمد نجيب بيتجهز، لسه في رامي ربيعه في التجهيز، لسه ما استقرناش هنجيب قلب دفاع جديد ولا لا، لكن هو ده المتاح قدامك، ده حاليا التشكيله دي الاقرب للمتاح قدامك. نيجي بقى لبيراميدز. بيراميدز تشكيله تقريبا شبه ثابت، لو هيضيف من العناصر الجديده 1 أو 2، لكن هو هيلعب في حراسه المرمى باحمد الشناوي. الكابتن حسام حسن هيلعب في حراسه المرمى باحمد الشناوي، وهيبقى قدامه 2 علي جبر واحمد ايمن منصور، ودول الاقرب. ناحية الشمال محمد حمدي، ناحية اليمين رجب بكار. هيلعب ب2 ارتكاز في خط الوسط اللي هو هيبقى دونجا، وهيبقى معاه محمد فتحي اللي هو قادم من النادي الإسماعيلي. نيجي بقى للحتة الأمامية. طبعا لا خلاف على إن الجبهة اليسرى هيبقى فيها كينو اللاعب البرازيلي، ومحور الارتكاز أو اللاعب اللي بيحرك أو اللاعب البلاي ميكر بتاع الفريق هيبقى محمد مجدي قفشة. الناحية الثانية هيبقى في خيارين. أول خيار منهم هيبقى إيريك تراوري القادم حاليا من مصر المقصة، لسه من التعاقدات الجديدة، أو اللاعب محمد فاروق اللي هو بيلعب أساسي حاليا في صفوف نادي بيراميدز، وهو ممكن يكون الأقرب بنسبة 60 ل 40 بالنسبة لإيريك تراوري. رأس الحربة أو الفترة اللي فاتت الكابتن حسام كان بيعتمد على ناصر منسي، لكن أعتقد في ظل وجود المهاجم الإكوادوري الجديد اللي هم جايبينه، وفي ظل وجود عمرو مرعي، اعتقد ان الاقرب هو المهاجم الاكوادوري الجديد ان هو اللي يبدا في صفوف نادي بيراميدز. ده كان توقعات او من خلال استطلاعات الراي او من خلال اللي احنا شفناه على المواقع سواء التواصل الاجتماعي فيسبوك او تويتر او انستجرام، او شفناه من خلال المواقع الالكترونيه الكبرى زي فيتجول ويلا كوره اليوم السابع. شفنا التحليلات ديت كلها، وشفنا في التلفزيون على اون سبورت، شفنا كل الكلام ده ان ده التشكيلات الاقرب ان هي تلعب. لكن يبقى سؤال، لمن ستكون الغلبة؟ لمستر لاسارتي المدير الفني الاوروجواني للنادي الاهلي ام للكابتن حسام حسن المدير الفني للبيراميدز؟ هنا
السؤال ده اجابته اجابه واحده بس فقط. اللي هيملك خط النص، اللي هيملك خط المنتصف هو اللي هيملك اللقاء. اللي هيملك خط المنتصف هو اللي هيملك اللقاء. عشان كده النهارده مستر لاسارتي اجتمع مع الثنائي هشام محمد وعمرو السوليه منفردا، ومعهم الكابتن محمد يوسف، عشان يديهم بعض التعليمات الخاصه بخط المنتصف. والكابتن حسام حسن عمل اجتماع مع اللعيبه كلها، واجتمع معاهم وحفزهم، وبحضور العميد احمد حسن وبحضور الكابتن ابراهيم حسن، عشان يحفزهم، لان اللقاء ده مهم. اللقاء ده مهم لان ده منافس مباشر. اي خلافات شخصيه احنا مالناش دعوه بيها، اي خلافات بين مستشار تركي الشيخ وكابتن محمود الخطيب او النادي الاهلي او دي مالناش دعوه بيها. احنا بنتكلم ان بيراميدز دلوقتي حاليا المركز الثاني برصيد 30 نقطه، الاهلي المركز السادس برصيد 24 نقطه. فهنا في ده منافسه مباشره بين الاهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز. فعشان كده اللقاء ده مهم جدا. طاقم الحكام اللي هيحكم طاقم حكام صربي دولي، هو اللي كان بيحكم نهائي دوري ابطال اوروبا من ليفربول وريال مدريد. ده كان تغطيه خاصه كده عن لقاء بيراميدز وعن لقاء الاهلي. قلنا لكم التشكيلات المقترحه، قلنا لكم اللاعيبه الموجوده. اتمنى ان احنا نكون ادينا دورنا وقلنا لكم كل حاجه. ان شاء الله باذن الله غدا هنتكلم عن لقاء الزمالك، واللي هيلعب لقاء الزمالك في الدوري الممتاز ان شاء الله هنتكلم عليه مع زميلي احمد يوسف، هيطلع يقول لكم قائمه نادي الزمالك وهيقول لكم كل حاجه. ان شاء الله نستمتع بلقاء قوي بين الاهلي وبيراميدز. يا جماعه قناه شجع كوره معاكم ان شاء الله، احنا جاهزين وبنجهز نفسنا. نتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتدوسوا جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ولا يا احمد؟ اكيد يا جدعان، اشتراك، قناه لسه جديده وعايزين دعم كده. احنا ان شاء الله زي ما اتفقنا هنقدم مجموعه اخبار في الرياضه كتير جدا، عن الزمالك وعن الاهلي وعن منتخب مصر وعن محمد صلاح وكمان الدوري الانجليزي. فنتمنى يا جماعه انكم تساعدونا دايما وبالدعم. تعليق منك جميل كده يرفع روحنا المعنويه، واعجاب ان شاء الله ده يعني بيرفع مننا جامد، وباذن الله احنا هنكون عند حسن ظنكم. انت اقتحمت الاستوديو عليا ليه كده؟ انت ليه اقتحمت الاستوديو عليا يا استاذ احمد؟ الحته دي بتاعتي. اتفضل. هم يحسوا بيا. اتفضل. انا هطفي النور. وعندنا في موقع شجع كوره شغالين فيه حاليا، وكمان في صفحه على الفيسبوك، هي دلوقتي لسه جديده معموله من ايام، فيها دلوقتي تقريبا 500 او 600 اعجاب. صفحه على الفيسبوك اسمها شجع كوره برضه. فان شاء الله شجع كوره هتكون بانر كبير باذن الله. فنتمنى دعمكم لكل محبي وعشاق الاهلي والزمالك، واستنوا كل جديد ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. شكرا لحضراتكم. اتفضل امشي. شكرا لكم، ونتمنى ان احنا نكون عملنا لكم تغطيه حلوه للقاء الاهلي وبيراميدز وقلنا لكم كل حاجه. شكرا لحضراتكم. ما تنسوش الاشتراك. او حسب توقعاتي دي مش قابله يعني ان هي للتنفيذ، لكن احنا بنتوقع حسب سير اللي موجود قدامنا. الاهلي هيبدا بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، هيبقى ايمن اشرف مساك ومعاه محمد هاني. طيب محمد هاني ليه بديل في الاهلي؟ ليه بديلين بس ما اعرفش بقى جاهزين، سليف كوليبالي ومحمود الجزار. ناحيه اليمين هيلعب كريم نيدفيد اللي هو بيلعب برجوله وبيلعب بقلب النادي الاهلي. ناحيه الشمال هيلعب علي معلول. اثنين محاور ارتكاز في خط النص هيكون هشام محمد ومع عمرو السوليه. قدامهم هيلعب ثلاثه، الاقرب ان هم يلعبوا هيبقى ناصر ماهر كلاعب محوري، هو اللي بيحرك الفريق شمال ويمين، هو اللي بيحرك الفريق. وعلى ناحيه الشمال هيبقى رمضان صبحي، وعلى ناحيه اليمين هيبقى احمد الشيخ. راس حربه الاقرب هيكون وليد أزارو. وجهه نظري في التشكيل ده ان التشكيل ده فيه مشكله وحيده وهم قلبي الدفاع. ايمن اشرف لا خلاف على ان هو قلب دفاع قوي، قلب دفاع جامد، يعني لا اثبت كفاءه في قلب الدفاع احسن من جبهه الشمال او احسن من باك الشمال. لكن يتبقى مشكله. ايه هي بقى المشكله؟ محمد هاني. وانا قلت قبل كده في فيديو سابق ان محمد هاني لا زال بيتعامل على انه لاعب ناشئ من ناشئين النادي الاهلي. وان محمد هاني قلت برضه ان هو مش هو يستوعب ان هو ممكن في خلال سنه او سنتين يبقى الباك اليمين اساسي لمنتخب مصر ومن النادي الاهلي. فدول المشكله اللي بتقابل النادي الاهلي اللي هم قلبين الدفاع. طبعا لسه سعد سمير بيجهز، لسه محمد نجيب بيجهز، لسه في رامي ربيعه في التجهيز، لسه ما استقرناش هنجيب قلب دفاع جديد ولا لا، لكن هو ده المتاح قدامك. ده حاليا التشكيله دي الاقرب للمتاح قدامك.
نيجي بقى البيراميدز. بيراميدز تشكيله تقريبا شبه ثابت، لو هيضيف من العناصر الجديده واحد او اثنين. لكن هو هيلعب في حراسه المرمى باحمد الشناوي، كابتن حسام حسن هيلعب في حراسه المرمى باحمد الشناوي، وهيبقى قدامه اثنين، علي جبر واحمد ايمن منصور ورونالد اكرم. ناحيه الشمال محمد حمدي، ناحيه اليمين رجب بكار.